وده اكسل شعب في العالم. انا عملت حاجه مفيش يوتيوبر تاني عملها. ماسكها واحد موظف معفن ببيجامه. شايف الكوخ ده؟ شايف الجبل اللي وراه ده؟ تخيل بقى بكام. مونتينيجرو ستاندز وذ فلسطين. ده مول اوف مونتينيجرو، زي مول عنابه في التجمع مثلا. ايه ده؟ ده لو راحوا ديستريكت 5 هيغمى عليهم، مش هيعرفوا يرجعوا الفلاحين تاني. شلالات نياجرا في مونتينيجرو الجبل الاسود، كأن انت في العتبه. ولكن تاكسيات في كل حته، والتاكسيات مش هذه المفاجاه. انتوا اكسل شعب في العالم. لا تؤجل عمل اليوم الى الغد، فهو بيقول لك اجل عمل اليوم الى الغد. اهم حاجه تتولد بلبوس وتموت. اي حاجه تانية مش لازم قوي نعملها. ممكن بس واضح ان الجو مش مناسب ولا ايه؟ بقول لك اللي بيتزحلق هنا بيموت. يا جماعه المغامرات لها ناسها، عشان بس الناس اللي بتقول معلومات مغلوطه ومنهم يوتيوبرز مشهورين جدا. دخلت عليكم في وقت مش مناسب ولا حاجه؟ اللي بيلتقي فيها النهر ده مع النهر ده واختلاف الميه. تمبل ايه؟ هو انتوا بتعبدوا ايه؟ من برج الساعه في بودجريتسا عاصمه مونتينيجرو، الدولة رقم 43. ومونتينيجرو أو الجبل الأسود هي إحدى دول البلقان. والبلقان يعني قنبلة موقوتة، يعني ساحة حرب مستمرة. الحرب البلقان الأولى، حرب البلقان الثانية، الحرب العالمية الأولى، حرب البوسنة، حرب كوسوفو. ومونتينيجرو كانت تحت الحكم العثماني لمدة 500 سنة، من 1500 ل 1900 تقريبا. وبعدين استقلت بقت إمارة في 1878، وبعدين بقت تحولت بعد كده للمملكة في 1910. وبعدين دخلت الحرب العالمية الثانية، وبعدين بقت جزء من مملكة يوغوسلافيا، وبعدين جزء من جمهورية يوغوسلافيا. هي آخر دولة خرجت من عباءة صربيا في سنة 2006. أعلنوا استقلالهم بعد استفتاء عن صربيا. صحيح كوسوفو خرجت بعدها في 2008، ولكن كوسوفو اوريدي كانت متخانقة مع صربيا من قبل كده، في حرب كبيرة بينهم ومذابح ضد المسلمين، وتعتبر خرجت من قبل 2008 بكتير. دخلنا في البلاد بقى اللي كل الناس فيها اسمهم اتش، يعني حاميديتش، بيجوفيتش، مش عارف ايه. واتش دي اللي بيحطوها في اخر الاسم معناها ايه؟ معناها جونيور او الصغير. يعني بيجوفيتش يعني بابا اسمه بيجو، وده بيجو جونيور، بيجو الصغير. فده زي كده تقليد عشان يحتفظوا باسامي العائلات الكبيره، فتفضل اتش 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 دي يعني ابن فلان او فلان الصغير. البلد دي غريبه برضو، فيها حاجه غريبه جدا، ان البلد دي مش في الاتحاد الاوروبي ومش بالشنج، تخشها بالشنجن فيزا، بس هي مش شنجن اريا. ولكن عملتها ايه بقى؟ اليورو. ايوه هنا عملتهم اليورو، برغم ان في دول اتحاد اوروبي زي السويد والمجر، ومع ذلك ما عرفوش يوصلوا لمتطلبات الاتحاد الاوروبي عشان يخشوا اليورو. لا، الدوله دي عادي كده بلطجه، دخلت كده بلطجه. طب ازاي دي دوله عملتها اليورو وهي مش في الاتحاد الاوروبي؟ القصه دي ترجع الى ان الدوله دي كانت عملتها الدينار اليوغوسلافي، وبعدين بعد الحروب اللي دخلتها صربيا مع كوسوفو والبوسنه اقتصادها اتفشخ، ودخلوا في واحد من اعلى التضخم اللي في العالم. فالدينار ده اتدمر، فزودوا لعملتهم المارك الالماني. بقت عمله مونتينيجرو المارك الالماني. هي كانت جزء من صربيا، بس قال لك احنا مش هينفع كده، فخلوا عملتهم المارك الالماني. ففي 2002 لما المانيا نفسها دخلت اليورو وبقت عملتها اليورو، قال لك خلاص احنا كمان اليورو، وبداوا التعامل باليورو بدل المارك الالماني من غير حتى ما ياخدوا راي الاتحاد الاوروبي. وكان المفروض الاتحاد الاوروبي يوقع عليهم طبعا عقوبات، ولكن ده ما حصلش. وحتى هذه اللحظه هم مش عارفين يخشوا اصلا الاتحاد الاوروبي، ولكن بلطجه كده وغصب واقتدار، احنا عملتنا اليورو، واللي مش عاجبه يخبط دماغه في الحيطه. وده اكسل شعب في العالم. وشير ولايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس، وتابعني على انستجرام وفيسبوك وتيك توك. جماعه لا يمكن تصدق ان دي محطه قطار في القرن ال21 في اوروبا. يعني مونتينيجرو دي في اوروبا. بص القطر عامل ازاي.
بصوا محطة القطر عاملة ازاي. ايه العبث ده يا جماعة اللي احنا فيه ده؟ وصلت محطة القطر، الناس بتضحك، عايز اقول لهم اضحكوا على نفسكم والله، يعني ده انتوا مفيش خالص. فدي في عاصمة مونتينيجرو، هذه محطة القطار العجيبة اللي انا خدتها. ولكن بغض النظر، أنا في منتهى السعادة. أنا في منتهى السعادة. ليه بقى؟ لأن اللي أنا عملته ده، أنا أعطيت نفسي البادج خلاص، أنا اديت نفسي البادج إن أنا مسافر قارح. اللي أنا عملته ده ما يعملوش غير مسافر قارح. أنا اتفرجت على فيديوهات اليوتيوبرز كلهم المشهورين اللي جم مونتينيجرو، كلهم ركبوا تكوسة زي الجزم. مفيش حد يعني تخيل او جاله الجرأة يعمل اللي انا عملته ده وينقل لكم التجربة. وبدل ما يركب تاكسي ب 15 يورو يركب القطر بيورو و20. ومش بس التوفير، يا جماعة احساس الانتصار، وان انت كنت عملت حاجة محدش شايف يعملها، وركبت قطر، وتجربة القطر نفسها التاريخي، والراجل بيقطع لك ابونيه وبتاع، فبتديك كده احساس كده جامد قوي. فبدايه لرحله في مونتينيجرو ان شاء الله جامده جدا. الفيديو ده هعمله لوحده بتاع القطر، وعايز تعرف بقيه اللي حصل في مونتينيجرو اتفرج على الفيديوهات الجايه والفيديوهات اللي فاتت، وشير ولايك وسبسكرايب، واعمل تابعنا على الانستجرام وفيسبوك وتيك توك. والصراحه انا في قمه السعاده. انا عملت حاجه مفيش يوتيوبر تاني عملها. هات لي يوتيوبر ركب القطر بتاع مونتينيجرو ده وصوره من المطار. كله يا باشا ركب تكوسه، اجر عربيات، ركب اتوبيسات بعد ما نزل، بس ركب تاكسي من المطار. لكن الانتصار الحقيقي ان تكون الاول في شيء لم يفعله احد، وان انت تاخد المغامره. ولكن لا انصحك تعمل كده الصراحه، لان دي انا كنت في لحظه من اللحظات كنت هموت من الرعب اقسم بالله. تمام، انا خلاص دلوقتي مونتينيجرو دخلت جوه قلبي. اول حاجه هتقابلك في العاصمه بودجوريكا، عاصمه مونتينيجرو، هي مونتينيجرو stands with Palestine. مونتينيجرو تقف مع فلسطين. جداريه كبيره جدا في عاصمه مونتينيجرو، بودجوريكا لفلسطين. عايز اوريكم حاجه بس كده على السريع ان شاء الله. اللي ورايا ده اكبر مول، مش في بودجوريتسا، لا، في مونتينيجرو. ده مول اوف مونتينيجرو، مش مول اوف بودجوريتسا زي مول اوف ايجيبت، مول اوف دبي. ده اكبر حاجه هنا. انا مش هقول لك ان ده زي المولات اللي هي بيبقى فيها بتوع المعمار او الكهرباء، زي مول عنابه في التجمع مثلا. ده ايه ده؟ ده زي المولات رويال مول، فاميلي مول، داندي مول المعادي. ده اقصى حاجه. ده هو المول اوف مونتينيجرو. الدنيا بتنقط بس، فهخش جوه اشتري شمسيه واشوف اكمل رحلتي الجميله. الناس دي لا شافت مول ولا تعرف يعني ايه مول. ده لو راحوا ديستريكت 5 هيغمى عليهم. دول لو شافوا سيتي ستارز هيموتوا، كلهم هيموتوا. مول اوف ايجيبت، مول اوف يعني شافوا المولات دول هيجي لهم خبل في دماغهم، مش عارفوا يرجعوا بيوتهم تاني. يعني دول مش عارفوا يرجعوا الفلاحين تاني. جنب المول بقى، جنب المول على طول في ايه؟ في السوق الشعبي الجميل. وطبعا زي ما انتم عارفين كل البلاد الاوروبيه عندها زي اسواق شعبيه. بس الصراحه يعني ده افقر سوق شعبي انا زرته والله العظيم. يعني هو غلبان قوي، شويه عسل، شويه حاجات، فاهم، فواكه، شويه حاجات كده. مش فاكهه يا باشا، فراوله، لا شويه فواكه حلوه الصراحه، فراوله، مندرين، موز، رمان مقشر، تفاح. عادي سوق خضار عادي جدا، يعني فاهم، عطاره، لعب اطفال، مكسرات، كل حاجه يبيعون كل شيء. وجوه سوق السمك كان حلقه السمك كمان، لو انت بتحب تتفرج على الاسواق الشعبيه وكده. لكن هو لا، ضعيف قوي يعني. ده اضعف سوق شعبي انا روحته في اي حته بقى. فوق بقى السوق التاني، السوق اللي تحت اللي فيه الخضروات والفواكه والسمك وبتاع ومش عارف ايه.
فوق بقى في سوق بيبيع كل حاجه، ملايات، سرير، هدوم. هدوم بص هنا برضو، وايه جوه بص كبير جدا، بيبيعوا كل حاجه من الابره للصاروخ. ملايات، فوط، هلو، فكل حاجه، هدوم داخليه، كوتشيات مضروبه، كل حاجه فعلا كأن انت في العتبه. انا من الحاجات اللي بحب اعملها ان انا اروح الاسواق في الوقت اللي انا فيه في اي بلد، ان انا اخد لفه كده، ايه، اتفرج الناس اسواقهم عامله ازاي، بيعيشوا ازاي، بيجيبوا ايه، بيركبوا اتوبيسات عامله ازاي، مواصلاتهم كده. فده بيخليك تاخد تجربه اكبر من ان انت بس تروح الاماكن السياحيه او تشوف البلد من بره او كده. لا بالعكس، بيديك غنى للتجربه بتاعتك. والاسعار هنا واضح ان البلد دي رخيصه جدا. ليه بقى؟ انا ما جبتش الشمسيه بتاعتي فاشتريت شمسيه من هنا. دي اكبر شمسيه عند الست، بتفرق كبيره جدا ما شاء الله. بكام؟ تخيلوا بكام؟ انا لما قلت لي رقم حسيت ان هي عبيطه او في حاجه غلط. ب5 يورو، والصغيره ب3.5 يورو. كانت هذه جولتنا في السوق المركزي في مونتينيجرو، اللي هو مول في مونتينيجرو والسوق بتاعه. هطلع بقى على الفندق عشان ايه، ريح شويه كده واغير واخد دش وننزل نكمل جولتنا. ده المكان اللي انا قاعد فيه في بودجريتسكا، عاصمة مونتينيجرو. ايوه، شايف الكوخ ده؟ شايف الجبل اللي ورا ده؟ شايف الفيو اللي احنا فيه ده؟ ده المكان الإقامة بتاعي. امبارح انا كنت بايت في المطار، واول امبارح في هوستل، بس النهارده هنا في هذا المكان. تعالوا اوريكم الكوخ من جوه. طبعا احنا بنبص على النهر على طول، وفي الهدوء ده سامعين صوت العصافير، مفيش حاجه غير صوت العصافير. بجد روقان اوفر. بص، حاجه في منتهى الفخامه. هذا البنجلو او الكوخ بتاعي النهارده اللي هبات فيه. تعالى خدكم لفه نشوف الدنيا جوه عامله ازاي. بص يا جماعه، بص يا جماعه، مش قاعده رايقه. هذا الكوخ، مش تكييفك، سريرك، تلفزيونك، حمامك. منك لايه؟ للفيو على طول. تخيل بقى بكام؟ تخيل الأوضة دي، الكوخ الجميل ده، على بعد 3 كيلو بس من بودجريتسكا، بالتاكسي ب3 يورو أو بالباص بيورو واحد. بكام يا باشا؟ لك أن تتخيل. هذا المكان في الليلة ب30 يورو فقط. فقط. قعدت في هوستل هتقعد ب15 يورو، زود عليهم 15 وتقعد في هذه المملكة. بص بص، روقان. وهم كوخين، واحد يمين وواحد شمال. نروح ناخد لفتنا في بودجريتسكا ونرجع. المواصلات في مونتينيجرو هي فقط الاتوبيس والقطر اللي انا ركبته الغريب ده، وبين المدينه والمدينه في اتوبيسات برضه. ومعظم الناس بتأجر عربيات عشان بتبقى رايحه في اماكن ما بيروحهاش الاتوبيسات كتير. ولكن تاكسيات في كل حته، والتاكسيات مش غاليه. تاكسيات اسعارها كويسه، ولكن ملهاش ابلكيشن. بتتصل تركب التاكسي. الابلكيشن الوحيد هو هذه المفاجاه. بص العربيه اللي جالي، الابلكيشن الوحيد هو تسلا. انا عشان بس ايه اول مره اركب عربيه تسلا، فالابلكيشن الوحيد تسلا، وهو بنفس سعر التاكسي العادي. فلو كده، لو انت خلاص هتاخد تاكسي، خد لك بقى واحده تسلا. انا دي اول مره اركب تسلا، ودي موديل اس. بس جامده ان تسلا تبقى تاكسي دي. بص يا جماعه، بافلي بساله على هل صحيح انتوا اكسل شعب في العالم؟ فهو قال لي ايوه. قال لي there is a competition for laziness. بيقول لي في competition لاكسل واحد في العالم، وفي واحد واخد الرقم القياسي
اللي هو he slept for how many hours or did nothing for No sleeping, just not standing up from the bed. Like Okay. 70 hours. اوكي ما يقومش من السرير لمدة 70 ساعة. It's like 4 days without Oh. standing up, without going to toilet and everything. And the price for a winner is 1000 euros. بيكسب 1000 Every يورو. بيكسب 1000 يورو عشان ما يقومش من السرير 4 ايام. So all the people are lazy. Or most of people are lazy. 99%. اوف Yeah. طلع فعلا اكسل شعب في العالم هو بيقول لك كده. Average person in Montenegro is faking that he is ill not to go to job like 5-6 times a Oof. month. Yeah. Just to not getting up from the bed and go to job. 6 times بيعمل sick leave. He pretend to be sick. Yeah. Just calling the boss, boss, I'm sick, okay, lay down, and that's it. And you're like, okay. I want to live in Montenegro. Really. The thing everybody is repeating in Montenegro. What you can do today, leave it for tomorrow. No, what you can do today, do it tomorrow. tomorrow. فاحنا بنقول لك ده دايما ايه، لا تؤجل عمل اليوم الى الغد، فهو بيقول لك اجل عمل اليوم الى الغد. Excellent. Everything can wait. Okay. Everything can wait. If someone says to you, you must do something, you come to him and said, you must do 2 things: born without clothes and die. That's it. You must do that. Everything else, it's not mandatory. It's not must. اهم حاجه تتولد بلبوس وتموت. اي حاجه تانية مش لازم قوي نعملها، ممكن نعملها بس مش لازم نعملها. Everybody is in the war. Where is Montenegro? Montenegro is sleeping. شوفنا يا جماعه فافلي سواق التاكسي العالمي، نصه مونتينيجري ونصه بوسني، امه مونتينيجريه مسيحيه وابوه مسلم بوسني، وطلع فعلا ان دول ايه اكسل شعب في العالم. المشوار ده خد له بتاع 15 يورو عشان تيجي هنا النياجرا فولز بتاعه مونتينيجرو. مش عارف الصراحه اروحها ازاي، الدنيا قلبت، الجو قلب شتاء رهيب، ودي النياجرا فولز بتاعه مونتينيجرو. والمطعم ده مطعم نياجرا ده مشهور قوي، الناس بتاكل فيه، بس واضح ان الجو مش مناسب ولا ايه، مش عارف. الجو كان زي الفل، مره واحده الدنيا شتيت والجو قلب، ومفيش صريخ ابن يومين هنا، مفيش سايق. طبعا الاماكن دي كلها في الصيف ما تعرفش تقف فيها، لكن عشان احنا في الشتاء فعدد الناس، الله ده في حد واقف هناك، ده سائح او سائحه واقفه لوحدها يا عيني، وبيقول لك المكان هنا بيتزحلق جدا، فخلي بالك في نياجرا فولز دي انك ما تتزحلقش. بقول لك اللي بيتزحلق هنا بيموت، هو قال لي كده، انا مش عارف اذا كان بيشتغلني ولا لا. قال لك الزحلقه هنا بموتة، لان انت هتتزحلق هنا هتقع في البتاعه وتتسحول ومش هتيجي تاني. يا نهار ابيض على المنظر يا جماعه، ايه ده؟ واو يا نهار ابيض، ايه المنظر ده؟ مفيش حد جاي هنا في هذا الطقس يا جماعه. المغامرات لها ناسها، احنا عمالين نعدي طبعا، انتوا مش شايفين المأساة اللي انا بعملها. شلالات نياجرا في مونتينيجرو الجبل الاسود. واو، لما امك تعمل لك شلالات نياجرا في البيت. احنا على بعد ساعة من العاصمة بودجريسكا في مونتينيجرو، وبيسموا الشلالات اللي ورايا دي شلالات نياجرا عشان هي شبه شلالات نياجرا بتاعة امريكا. جامدة جدا جامدة جدا يا جماعة، فظيعة. سبحان الله بجد، سبحان الله. شير ولايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس. شفت الفيديوهات اللي عملها اليوتيوبرز كلهم المشهورين وفيها كلام كتير مغلوط يا جماعه. في حد منهم قال مثلا ان دي اعلى كثافه سكانيه في العالم. ازاي يعني؟ دول 620,000 نسمه بيعيشوا على 113,000 كيلومتر مربع، فهم مش اعلى كثافه سكانيه في العالم حتى ولو عاشر ولو مركز 100. ما لهمش اي علاقه بموضوع الكثافه السكانيه في العالم، عشان بس الناس اللي بتقول معلومات مغلوطه، ومنهم يوتيوبرز مشهورين جدا عندهم ملايين المشاهدات بيقولوا معلومات مغلوطه.
يا ريت ندور على المعلومات قبل ما نقوم. بصراحه ده احلى حاجه انا شفتها في يوم النهارده، انا كده تمام. نرجع بقى ايه لبودجوريتسا ونشوف الدنيا فيها ايه. اللي ورا ده برج الساعة كلوك تاور في منتصف العاصمة بودجوريتسا، واحد من أهم المعالم في هذه البلد اللي المعالم فيها الحقيقة ضيقة أوي وقليلة أوي، وده اتبنى من أيام العثمانيين في القرن ال15. يلا نروح نشوف إيه تاني في بودجوريتسا. أنا الآن في أكبر ساحة في العاصمة بودجوريتسا، وهي ساحة الاستقلال. تا 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 فاضة طبعا، مفيش أي حاجة. شايفين طبعا المسلة اللي ورا دي بتتوسط ساحة الاستقلال، مسلة صغيرة قصيرة معفنة يعني مضروبة، وزي ما انتم شايفين نافورة مش شغالة وحاجة جميلة جدا. فالحقيقة البلد دي تقريبا ماسكها واحد موظف معفن ببجامة مش عايز يقوم من النوم. مفيش بجد يعني، مفيش ب2 جنيه مجهود هنبذله. بص هنا دي ساحة الاستقلال او اندبندنس سكوير، وراها ده سوبر ماركت ده ولا ده ايه، مش عارف، حاجة كده شكلها بشع، والبتاع نفسها شكلها بشع، ويعني مفيش ب2 جنيه اهتمام اقسم بالله. في موظف عيان مريض صاحب مرض، مفيش كده. طيب نطلع بقى هنا ساحة الاستقلال وهارد روك، وبعدين جنبيها هنا في شارع اشهر بقى شارع بقى النايت لايف والمطاعم بقى والبارات، اسمه بكاسكا. فهنروح نشوف هذا الشارع بكاسكا، لان انا البلد دي الصراحة يعني فيها مناظر طبيعية فقط. شوية كافيتريات على الجنبين، يعني مفيش صريخ ابن يومين ماشي. دي اللي اكثر كثافة سكانية يا هات، خلاص يوتيوبر مشهور قال لك دي اكثر كثافة سكانية في العالم. في العالم ازاي بس؟ ده مفيش حد ماشي في الشارع يا اسطى. ليه لا المعلومة دي في اي حتة يا جماعة؟ يحطوها لنا في الكومنتات الله يكرمكم. الاشهر في بودجوريتسا بكاسكا. ده انا قلت بقى اي حاجة اتغدى هنا بقى، يعني شوية مطاعم كده، شوية بارات، لكن يعني حاجة في التعبان قوي. زي ما انتم شايفين الكافيهات مالية المكان، ولكن المكان عادي جدا. يمكن احنا في اجازة، مش عارف، يمكن انا ده وقت مش مناسب، دخلت عليكم في وقت مش مناسب ولا حاجة. كوبري الألفية، ميلينيوم بريدج، واضح الناس هنا بتحب الكباري. وهذا الكوبري الحديث زي ما هو باين كده تم بناؤه احتفالا باستقلال الجبل الاسود عن صربيا. احدث حاجه بقى ايه في العاصمه اولد ريبنيكا ريفر بريدج، ده اقدم بريدج مبني في العاصمه بودجوريتسا. شكله حلو قوي الصراحه، الفيو من هنا تحفه. ده نهر مع نهر، بص، وهتشوف الحته اللي في النص اللي بيلتقي فيها النهر ده مع النهر ده، واختلاف الميه سبحان الله. دي اغمق شويه من الثانيه، معرفش هتبان من هنا ولا مش هتبان، بس نحاول نقربها. شايف الحته في النص دي؟ ده اغمق شويه من اللي هناك ده، واللي هناك ده بيجري اسرع. فدي الحته اللي بيختلط فيها النهرين مع بعض. وعند الحته دي هو ده الاولد ريبنيكا بريدج، حلو قوي، شكله حلو قوي 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 الصراحه. فمن المعالم يعني بتاعت بودجوريتسا، لو انت جيت تيجي عند هذا البريدج. المحطه الاخيره في زيارتنا لبودجوريتسا وهي أرثوذكس تمبل اوف كرايست ريزركشن. ليه تمبل؟ معرفش يعني، ما تسموها تشيرش ولا تسموها كاثيدرال، تمبل ايه؟ هو انتوا بتعبدوا ايه؟ فهذه الكنيسة تم بنائها من 1993 الى 2013، 20 سنة، قعدت 20 سنة بتبني. وهي حديثة طبعا زي ما انت شفتوا، ولكن هي جميلة جدا من بره وجميلة ايضا من جوه. فيلا ناخد لفة جوه فيها. والمميز في هذه الكنيسة رسمة مخصوص معينة. هذه الرسمة أحدثت
ضجة شديدة. ايه هي الرسمة دي؟ الرسمة دي هي رسمة جوزيف تيتو وكارل ماركس في النار. طبعا جوزيف تيتو كان الزعيم يوغوسلافيا الشيوعي، وكارل ماركس هو مخترع الشيوعية اصلا او مؤلف. هي دي يا جماعة الرسمة اللي فيها كارل ماركس بيتعذب في النار. بس اهو هم دول اهو، جوزيف تيتو وكارل ماركس بيتعذبوا في النار. كان هذا ختام رحلتنا إلى عاصمة مونتينيجرو بودجوريتسا. مدينة لطيفة، مش أحلى حاجة. لو أنت جاي الصراحة مونتينيجرو أنصحك تطلع على كوتور أو بودفا على طول لو تقدر، مش لازم تيجي هنا. مفيش حاجة مميزة غير الشلالات بتاعت نياجرا، كانت حلوة أوي الصراحة. والبلد نفسها فقيرة وتحسها قديمة وشكلها غريب الصراحة، يعني برضو من أغرب المدن اللي الواحد شافها. فأتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو، واكتبوا لي رأيكم في التعليقات، ولايك وشير وسبسكرايب وفعل زر الجرس، واعمل فولو على الانستجرام وفيسبوك وتيك توك.